واش عرفتي شنو هو السر اللي مخلّي هاد النوع ديال الفيديوهات داير ضجة في السوشيال ميديا؟ ماشي غير حيت الشكل ديالهم زوين، ولكن حيت المشاهد كيحماق على النتيجة ديال شي حاجة قبل وبعد. المشكل أن بزاف ديال الناس كيظنوا أن الموضوع صعيب ومعقد ومحتاج أدوات وخبرة. اليوم في هذا الفيديو جيت نشارك معاك الخلطة السرية اللي من خلالها حتى أنت تقدر تنشأ فيديوهات ديكور سينمائية احترافية وبالمجان، بلا كاميرا وبلا ما تكون خبير في المونتاج. تبع معايا الفيديو خطوة خطوة، النتيجة غادي تصدمك في الآخر. يلا نبداو الشرح. السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تكنا. في البداية غادي يفتح أي متصفح، مثلا أنا اختاريت جوجل كروم، وهنا في شريط العنوان غادي ندخل لموقع تشات جي بي تي. من بعد غادي ندير تسجيل الدخول بشكل عادي بالإيميل ديالي. غادي نجي لهنا القائمة اللي في الجنب، غادي نلقاو هنا اكسبلور جي بي تي اس. في حالة ما إلا ما ضغطتش هاد اكسبلور جي بي تي اس هنا، غادي تضغط على ابس وغادي يطلع لك هنا جي بي تي اس. نضغط على جي بي تي اس، غادي يفتح لي هذه الواجهة هذه. هنا في هذه المنطقة ديال البحث غادي نكتب فلور، غادي يعطيني هنا مجموعة ديال الاختيارات. غادي نختار هذه فلور ترانسفورميشن. مباشرة كيفتح لي الصفحة. نضغط هنا لتحت على ستارت تشات، غادي يوجهني للصفحة الثانية. هنا غادي نضغط على سبارت. هنا غادي تلاحظوا تشات جي بي تي بدا يعطيني مجموعة ديال الاختيارات، وبالضبط كيعطيني 10 ديال الاختيارات ديال ديكورات منزلية ولا ديكورات داخلية بصفة عامة. يمكن لي إلا بغيت ديكورات وحدين أخرين، يمكن فقط نجي لهنا ونقول له مثلا بالعربية ولا بالإنجليزية ولا اللي بغيتي I want more، وندير انتر. كما كتلاحظوا أنه هو بدا يعطيني كتار، القائمة ولات طويلة. دونك نختار أي وحدة، مثلا أنا غادي نختار هاد البيدرو. دونك غادي ندير الرقم ديالها اللي هو 4، نكتب هنا 4 ونضغط على انتر. هنا تشات جي بي تي بدا يعطيني لي برومبتس. دونك عطاني البرومبت ديال ليماج الأولى، البرومبت ديال ليماج الثانية. غادي يعطيني 4 ديال الصور، 4 ديال الصور بلي برومبت ديالهم. ومن بعد غيعطيني لي برومبت ديال الفيديو. دونك غادي يعطيني 3 ديال لي فيديو، الفيديو الأول، الفيديو الثاني، الفيديو الثالث. دابا غادي نجي لهاد الصورة الأولى، نحدد البرومبت، ننسخها ونمشي ننشئ هاد الصورة هادي. الموقع اللي غادي نستعمل هنا، غادي نستعمل موقع لوفارت. موقع لوفارت كيعطيك تجربة مجانية. غادي نجي نضغط هنا على نانو بانانا ونضغط هنا وندير لاصق لهداك البرومبت ديالي. فقط غادي نضيف في الآخر الأبعاد ديال الصورة، بغيت نمشي على شكل ريلز. دونك غندير 9/16 ومن بعد نضغط هنا على إرسال. لوفارت بدا كينشأ الصورة الأولى، غادي نخليها تكمل وغادي نجي لتشات جي بي تي وندير كوبيي لعب البرومبت ديال الصورة الثانية. غادي نرجع للموقع لوفارت. إلا لاحظتوا الصورة الأولى كملت، قبل ما ندير لاصق للبرومبت ديال الصورة الثانية، أنا بغيت موقع لوفارت يحافظ لي على نفس البناية. دونك غادي نجي نضغط على هاد الصورة هادي باش كتطلع لي هنا. من بعد منها غادي نجي ندير لاصق ديال البرومبت ديال الصورة الثانية ونضغط على إرسال. دونك هنا ثينكين راه بدا ينشأ لي الصورة الثانية. ننتظر ريتانا يكمل الإنشاء ديال الصورة الثانية. هنا بحال اللي كتلاحظوا الصورة الثانية هي هادي حتى هي كملات. نحطها هنا، غادي نمشي للشات جي بي تي، نحدد وننسخ البرومبت ديال الصورة الثالثة، نرجع لموقع لوفارت ونحط هنا البرومبت ديالي بعد الصورة طبعا ونضغط على إرسال. هنا راه بدا كينشأ لي الصورة الثالثة. الصورة الثالثة بحال اللي كتلاحظوا ها هي كملات. غادي نحطها هنا كذلك، صغر شوية الحجم ديالها فقط. دابا غادي نمشي ناخد البرومبت ديال الصورة الرابعة، نسخ، ونرجع للموقع لوفارت، نضغط على الصورة الأخيرة ونضغط هنا وندير لاصق ومن بعد ندير إرسال. الصورة الرابعة بدات كتنشأ، ننتظر ريتما يكمل الإنشاء ديالها. هنا الصورة الرابعة والأخيرة كملت. دونك إلا لاحظتوا هي نفس البناية عندي، فقط دار عليها تعديل.
دابا يبقى خصني ندير تحميل لهاد الصور، نضغط على الصورة الأولى ونجي لهاد العلامة هنا وندير تحميل، وبنفس الطريقة غادي نحمل الصور ب4 جيجا. دابا غادي نفتح موقع فلو، نسجل الدخول بجيميل ديالي، حتى إلا ما كانش عندك حساب برو بالنسبة للفلو راه كيعطي 100 نقطة، يعني يمكن لك تصوب بها 5 الفيديوهات. غادي نجي نضغط هنا على الفيديوهات، من بعد غادي نضغط هنا وندير تحويل الإطارات إلى فيديو، غادي نجي نضغط على هاد الزائد، من بعد ندير تحميل. هنا غادي نقلب على أول صورة شفتها بالنسبة ليا هي هادي، دونك غادي نضغط عليها وندير إضافة أولا فتح. هنا جاني التنسيق أفقي، غادي نضغط هنا وندير صورة رأسية، ومن بعد ندير اختصاص الصورة وحطها، ننتظر هنا حتى يكمل التحميل. ها كمل التحميل، غادي نجي نضيف الصورة الثانية، نضغط على هاد الزائد تحميل، نجي نختار الصورة الثانية ديالي هي هادي وندير إضافة أولا فتح. نفس الشيء هنا صورة رأسية وندير اختصاص الصورة وننتظر التحميل ديالها. الصورة الثانية تحملت هنا. دابا غادي نجيب البرومبت اللي عطاني تشات جي بي تي من أجل الانتقال من الصورة الأولى للصورة الثانية. غادي نمشي لتشات جي بي تي وناخد هاد الفيديو واحد، ناخد البرومبت ديالو نسخ، ومن بعد نرجع للفلو ونضغط هنا وندير لاصق، ومن بعد ندير إنشاء. الفيديو بدا كيتنشأ، غادي ننتظر الفيديو ريت ما يكمل. الفيديو الأول بحال اللي كتشاهدو كمل. الفيديو الثاني غادي نجي نضغط على هاد الزائد الأولى هادي ونضيف فيها الصورة الثانية. الصورة الثانية هاد الزائد هادي ديال الاند فريم غادي نضغط عليها وندير تحميل ونختار الصورة الثالثة. دونك الصورة الثالثة عندي هي هادي، نختارها ومن بعد ندير الإضافة أولا الفتح. هنا نختار صورة رقصية، اختصاص الصورة وحفظها. نمشي ناخد البرومبت ديال الفيديو الثاني هي هادي، نحددها ندير مسخ ونرجع للموقع فلو وندير هنا لاصق. هنا الصورة الأولى والصورة الثانية، من بعد نجي نضغط على إرسال. الفيديو الثاني بدا كيتنشأ هنا. الفيديو الثالث مباشرة غنضغط على الزائد، نختار هاد الصورة الثالثة هنا، وهاد الزائد ديال الاند فريم نضغط عليها ونختار الصورة الرابعة هي هادي، ومن بعد ندير إضافة أولا الفتح. صورة رأسية اختصاص الصورة، نمشي لتشات جي بي تي وناخد البرومبت ديال الفيديو رقم 3، نديرلو نص ونرجع للموقع فلو ونضيف هنا البرومبت. هنا الصور بجوج بيان تحملو ونضغط على إرسال. الفيديو الثالث بدا كيتنشأ ليا هنا. دابا غادي نضيف واحد الفيديو رابع غنكتب فيه هنا زوم إن كاميرا، وغادي نضيف هنا الصورة فقط الأخيرة وندير إرسال. والفيديو الرابع بدا كيتنشأ لي هنا، غننتظر على ما يكملوا هاد الفيديوهات بربع بيهم ورجعت. هنا الفيديوهات ديالي كملوا بربع بيهم، إذن إما غندير تحميل ديال هاد الفيديوهات بربع بيهم ونحطهم في أي محرر فيديوهات، أولا أنا غنضيفهم لهنا المنشئ المشاهد هو على شكل محرر داخل منصة فلو. غادي نجي للصورة الأولى ونضغط على هاد العلامة هنا إضافة إلى المشهد، نضيف الفيديو الثاني، نضيف كذلك الفيديو الثالث، ونضيف الفيديو الرابع كذلك المنشئ المشاهد، ونضغط هنا على منشئ المشاهد. غادي يحول لي هنا المنشئ المشاهد فيه الفيديوهات ديالي بربع بهم، الفيديو الأول الفيديو الثاني الفيديو الثالث والفيديو الرابع في نفس الترتيب. حالة ما إلا ما جاوش في نفس الترتيب فقط غادي نجي لهاد الأداة هنا نضغط عليها، ومن بعد يمكن لي نرتبهم بالشكل اللي كيناسبني. دونك أنا غنرجع الترتيب كيما كان، ومنين غنسالي هنا هاد الترتيب غادي نضغط على تم. غادي نجي ندير تحميل لهاد الفيديو كامل، نجي لهاد الأداة هنا ندير تنزيل ولينا جاري تسطيب،
دابا غادي نضغط على تنزيل. الفيديو ديالي ها هو هنا تم التحميل ديالو. الا فتحنا الفيديو بحال اللي كتلاحظوا فيديو احترافي بطريقه مجانيه بسيطه وسهله. حتى لهنا غادي نكونوا كملنا الشرح ديال الفيديو. الفيديو جاي ان شاء الله.